لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وانا هقولك وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب. بنترست تطبيق محمله نص مليار تقريبا، 500 مليون مستخدم. نحمل التطبيق مع بعض. بعد ما بحمل التطبيق بيطلب مني ان انا ادخل الايميل، بدخل الايميل، بعد كده بيقول ذكر ولا انثى، بتقول له ذكر او انثى على حسب. بعد كده بيقولك الذي يثير اهتمامك، بتقول له مثلا هنا خلفيات الفن الاسلامي. طبعا بنترست اللي ما يعرفوش هو آه تطبيق للصور والافكار والديكورات. لو انت عندك اي فكرة، لو عندك اي صورة، لو عندك اي خلفية، لو انت بتحب تغير خلفيات كتيرة، لو انت بتحب تجيب افكار، الهامات، صور، افكار للرسم، صور فوتوغرافية، ورق حائط للهاتف، زي ما انت عايز. كله عبارة عن صور، تقدر تختار منها زي ما انت عايز، تاخد منها اللي انت عايزه. والصور دي كلها ممكن تشاركها بقى مع نفسك على الانستجرام، على الفيسبوك، كمثلا صفحة للديكورات، فساتين، خط اسلامي، حيوانات. بدل ما تلجأ لجوجل تعليم ازياء، بدل ما تلجأ لجوجل عشان الصور، انت هتلاقي كل الصور في مكان واحد. طراز غرفة النوم، رسومات ورق حائط، غرفة النوم برضو، تصفيف الشعر، حيوانات، قصص مصورة، لحى، جمال، مناظر طبيعية، عضلات. صور كتيرة جدا، مش محتاج ان انت تخش بقى على تطبيقات للخلفيات عشان تاخد منها صور وتلاقي اعلانات و الى اخره. تكنولوجيا، ديكورات، قصات شعر، بيوت، كل اللي انت عايزه ممكن تلاقيه. وبعد كده تدوس التالي. اساليب زينة المنزل، وشم، وده طبعا حاجة حرام اللي بيستخدمه. افكار، مطبخ، اعمال خشبية. بتخش بعد كده على التطبيق بقى، في تحديثات. مشكلة التطبيق الوحيدة ان في ناس بتشتكي ان بتعمل حساب وبتضيف صور كتيرة، وانت لو عايز تضيف صور دي عايز اعمله حفظ، بتحفظه. ممكن تعمل ملف ليك وكذا حاجات كتيرة. بس المشكلة بقى ان انت بعد ما بتعمل ملف وتحفظ الصورة، يبقى عندك صور كتيرة جدا حافظها، الحساب ما يفتحش، يبقى ضاعت عليك كل الصور اللي كانت موجودة عندك. فممكن تنزيل الصورة، لما تعمل تنزيل الصورة تنزل عندك في الحساب بتاعك على جوجل فوتو. لو ما كنتش عارف التطبيق قبل كده وعرفته من خلالي، شير ولايك وسبسكرايب. لينك التطبيق اسيبهولك في الديسكريبشن لو عايز تحمل التطبيق.